ازيكم يا بناتي حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ مستنيات تعليقاتكم، مستنيات لايكاتكم. فين لايكاتكم يا بنات؟ لايكاتكم بالله عليكم عشان القناه بتاعتنا تكبر بيكم، وتعليقاتكم والمشاركه. ولا القصص بتاعتنا والمواقف ما بتعجبكوش؟ عايزه ارائكم بالله عليكم، بالله عليكم عايزه ارائكم كده. النهارده جايبه لكم قصه جميله جدا، جميله جميله جميله. ست عجوزه اعتادت تركب القطر كل يوم، ماشي من اول المحطه لاخر محطه في القطر. وبعد كده تيجي راجعه بيتها كل يوم، على الله تعمل الموضوع ده. خد باله منها راجل قاعد كده بيقعد برضو، خد باله منها ان هي كل شويه ايه تفتح النافذه بتاعه القطر وتطلع من شنطتها حاجه كده وترميها وتقفلها، وكل شويه ايه تعمل نفس الموقف. استهزأ بيها كده وراح قال لها: انت يا ست بتعملي ايه؟ انا عايزه اعرف انت بتعملي ايه. قالت له: انا برمي بذور الورد. اتمقلس عليها كده، قال لها: بذور الورد؟ بذور الورد ايه يعني؟ قالت له: كل ما ببص من الشباك بلاقي منظر مش حلو، انا برمي بذور الورد لعل بعد فترة تطلع وتبقى ايه واستمتع بيها وانا ببص من النفس. اتمقلس عليها واستهزأ بيها كده، قال لها: انت بترميها ومتخيلة ان هي هتنمو على القطر، يعني على الطريق بتاع القطر. قالت له: انا برمي، مش كله هيوصل للمكان اللي انا عايزاه، جزء منه هيضيع هدر، وجزء منه هيوصل للايه، للتراب يعني الطينه، ماشي، وان شاء الله هينمو. قال لها: طب ما هو محتاج ميه. قالت له: انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا، هيلف الزمن وهتيجي الامطار، ويبقى انا كده ايه عملت اللي عليا. الراجل ما عجبوش كلامها ونزل من القطر، وقال: الست ديت باين مخطرفه وست كبيره ومش عارفه بتقول ايه. ما عجبوش اللي هي ايه اللي هي عملته. المهم بعد فتره ركب الراجل ده القطر تاني، وبيفتح النافذه وبيبص، شاف يعني ايه، زهور فعلا طالعه على الطريق بتاع القطر. استغرب كده، استغرب، لقى فعلا ورد طالع وشكله جميل جدا. قعد بقى في ساعتها يدور على ايه، على الست العجوزه. ما لقاهاش في المقعد اللي هي بتقعد فيه كل مره. المهم سأل الكمساري، قال له: الست العجوزه دي ماتت ايه؟ ماتت من شهور. جه الراجل قال: يا حرام، الست الزهور طلعت، بس الست ايه ما لحقتش تتمتع بيها ولا تشوف. هي الست قالت له كلمه ساعتها، ان هي حتى لو هي ما استمتعتش بيها ممكن حد تاني يستمتع بيها، يعني هي بتعمل خير، بتعمل خير، ويا هي تستفاد بيه غيرها يستفاد بيه، ماشي، مش لازم هي بس اللي تستفاد بيها. جه قال للراجل: ايه، هي عملت حاجه كويسه بس ما استفادتش بيها، وراحت هدر يعني. هو بيقول كده. لقى في الكرسي اللي وراه بنوته صغننه مبسوطه قوي وفرحانه: يا بابا بص المنظر الجميل ده، بص الزهور، انا مبسوطه جدا ان في زهور شكلها حلوه قوي، ببص عليها وانا ايه، وانا راكبه القطر. ساعتها فكر الراجل، فكر ساعتها في كلام الست اللي قالت له: لو انا حتى انا ما استفدتش بيها غيري هيستفاد بيها. اما لقى البنت الصغيره مبسوطه، وهو كمان اما شاف الظهور هو نفسه مبسوط، يعني يعني انبسط قوي باللي الست عملته، ولام نفسه على ان هو كان بيستهزأ باللي الست العجوزه كانت حابه تعمله او كانت عايزه تعمله. وقال: فعلا ان انت ممكن تعمل خير، زي ما بقول لك ايه، اعمل خير وارميه البحر. هي عملت خير وماتت، وكل اللي هيشوف الزهور ديت اما ينبسط او قلبه يفرح كده، كل ده هيعود اساسا على على الست العجوزه. يعني هي مش موجوده بس استفادت، وكل اللي شافوا المنظر المبدع ده استفاد. يعني احنا بنقول ان احنا نعمل اللي علينا ونعمل الحاجه الكويسه والباقي على ربنا. مش لازم نقول ايه يا ترى الموضوع ده هيوصلنا لحد فين، ولا هنكسب منه ايه. لا، لا، احنا ايه، نعمل اللي علينا والباقي على ربنا، صح. واللي بيعمل حاجة حلوة بتقعد، اي حاجة بتعمليها حلوة بتقعد. ايه رأيك في القصة الجميلة دي؟